ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة باذن الله. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. النهاردة بقى الفيديو بناء على طلب متابعة قمر اعتبرتها اخت من اخواتي. عايزة اقول لكم انا حبيتها جدا جدا. دخلت لي على الواتساب وكتبت لي: ياسمين انا عايزة ميزانية ال70 جنيه في اليوم. وانا بصراحة اتأخرت عليها جدا جدا، والله غصب عني فعلا، حرفيا انا مشغولة اليومين دول ومضغوطه. انتوا عارفين الضغط اللي بيبقى بعد العيد ده بيبقى صعب قوي، الشغل ترجعي لحياتك الطبيعيه، فالموضوع بيبقى صعب شويه. فانا اسفه ان انا اتاخرت عليكي، انت على راسي وبناتك ما شاء الله امارات، ربنا يحفظهم لك يا رب ويبارك لك فيهم. انا عملت لك ميزانيه ال70 جنيه اكل وشرب، تمام؟ والمفاجاه بقى ان فيها لحوم و3 مرات في الاسبوع كمان. يا ستي مش عارفاكي من حاجه، انت بقى تمشي على الميزانيه دي مظبوط، وان شاء الله هيتوفر معاكي باذن الله. يعني الميزانيه يعني هتكفيكي ان شاء الله الشهر، ومش هتحسي بحرمان، مش هتحسي ان في حاجه تعباكي. فمش هنطول على بعض كده. انا عملت لك منيو تمام بالاسعار ل7 ايام. منيو هيكفيك ان شاء الله 7 ايام. انت بقى تطبقي المنيو ده كل اسبوع بنفس الطريقه، بس غيري شويه، نوعي، مش هم نفس الاكلات، لا انت خدي الفكره ونوعي، تمام؟ هنبدا الاول باليوم الاول. بصي يا ست الكل، هتروحي عند العطار ماشي، وفي ايدك ال70 جنيه القمر بتاعتك. هتعملي ايه؟ هتجيبي من عنده ب10 جنيه فول تدميس. هتقولي يا ياسمين 10 جنيه ليه؟ طب ما اقول له ربع نص. لا، احنا طالما ميزانيه يوميه هنتعامل بالفلوس مش هنتعامل بالكيلوات، واحنا اتفقنا على كده مع اصحاب الميزانيات اليوميه، مش هنتعامل يا بنات بالاوزان ابدا. عايزين ب10 جنيه، عايزين ب5 جنيه، ب20 جنيه، ب15 جنيه، هي دي الطريقه اللي هنتعامل معاها في الميزانيه. هتجيبي ب10 جنيه فول تدميس، 10 جنيه فول مدشوش، هتجيبي ب2 جنيه كزبره زائد كرات، يعني حزمه كزبره وحزمه كرات، ماشي؟ ليه الكزبره والكرات؟ عشان نعمل الطعميه. وليه الفول؟ عشان هتدمسه. 10 جنيه فول و10 جنيه طعميه هيعملوا لك بالظبط 3 اكياس كبار ما شاء الله محترمين، كيس حلو كده. ال3 دول هيكفيكي 3 ايام، والطعميه 3 اكياس هيكفوكي 3 ايام، ماشي؟ اتفقنا؟ ادي عندنا وجبه الفطار. هنيجي بعد كده هنشتري نص كيلو من البصل، او هنجيب ب5 جنيه بصل. بصراحه البصل عندي ب5 جنيه كيلو، ب8 جنيه، تمام؟ انت بقى معرفش، انا قلت يعني حطيت لك ان البصل عندك ب10 جنيه، فكتبت لك ان نص كيلو البصل ب5 جنيه. هاتي على قد ال5 جنيه، شوفي هتجيب لك قد ايه. وهاتي كيلو طماطم ب5 جنيه، ماشي؟ هتجيبي ب10 جنيه عدس اصفر، وهتجيبي نص كيلو جزر ب2 جنيه ونص، وهتجيبي نص كيلو بتنجان ب5 جنيه. ده اليوم الاول. طيب مجموع الكلام ده كله كام يا ست الكل؟ مجموع الكلام ده 50 جنيه. هتفطري وتتغدي وتتعشي ب50 جنيه، وهتشيلي 20 جنيه، وهقولك هتشيليهم ليه. طيب هتعملي بقى شويه كشري كده اصفر، يعني دلعي بقى شويه كشري، وابشري عليه كده جزرايه، هاتي بصلايه وابشريها، تمام؟ وشويه زيت كده، وحمري كده البصلايه كده تصفر شويه، وزودي عليهم شويه بشر جزر. وبعد كده حطي الرز على العدس وقلبيهم، وبصي هتاكلي احلى كشري اصفر، مش قادره اقول لكم عامل ازاي. اقلي كده بتنجان بشكل حلو كده، وقطعي كده طماطميتين كده جنبيهم، هتبقى وجبه حلوه جدا جدا، وهتكفيكي والله العظيم فطار وعشاء باذن الله. ممكن تعمليهم شوربه لو انت عايزه شوربه وتسقي والكلام ده كله، بس انا افضل ان انت تعمليه مثلا عدس بجبه احسن، عدس يعني كشري اصفر احسن. ممكن تعملي شوربه، تجيبي ال10 جنيه تحطي عليهم بصلايه، طماطمايه، فصين توم، وهتحطي عليهم جزرتين كده حلوين، وتشوحي كده الخضار الاول، يعني شوحي الجزر مع البصل مع الطماطم مع التوم، شوحيهم كده تشويحه ينزلوا كده طعمهم في السمنه او في الزيت.
يفضل معلقه سمنه. وبعد كده زودي العدس، وبعد كده زودي الميه عليه، وحطي بقى ملح وفلفل وكمون والكلام ده كله، وبعد كده سيبيه يستوي. هيعمل لك حله حلوه قوي هتكفي 4 افراد. بالمناسبه هي الوجبات دي تكفي يا بنات 4 افراد، لان اسرتها مكونه من 4 افراد. تمام. اليوم التاني باذن الله هتفطري من الفول. ماشي، انت عامله 3 اكياس هيكفوكي 3 ايام. اليوم التاني هتطلعي كيس فول وكيس طعميه تقليهم، وهتشتري نص كيلو لبن. النص كيلو عامل 15 جنيه. ليه يا ياسمين النص كيلو لبن؟ هقولك دلوقتي. هتجيبي للغدا ب 10 جنيه بتنجان رومي، تمام، ب 10 جنيه بطاطس نص كيلو، وب 5 جنيه فلفل. هاتي شطه على رومي، ماشي، يعني شكلي. هتجيبي ربع كيلو رز، وهتجيبي كيس فانيليا. ربع كيلو رز ب7 جنيه ونص، وكيس الفانيليا بجنيه. هتعملي ايه؟ اول حاجه انت فطرتي فول وطعميه، ماشي. طيب معاكي نص كيلو لبن، هتجيبي ربع كيلو من الرز، هتسويه على النار في ميه، وهتزودي نص كيلو اللبن، وهتحطي السكر بتاعك والفانيليا، واعملي كده بتاع 6 اطباق، يعني اعملي لك 6 اطباق حلوين من الرز بلبن. تمام. دول بقى هينفعوكي في الفطار، تدي كل واحده طبق، او في العشاء، ويفضل سيبيهم للعشاء كده تتعشى عشاء خفيف. ماشي. البتنجان هتقليه، تقطعيه كده وتقليه، وتقطعي البطاطس كده وتقليها، وتعملي احلى صينيه مسقعه. اول يومين هيبقوا يا بنات اكلات اقتصاديه، اكلات شعبيه، عشان نشوف اليوم الثالث هنعمل فيه ايه. انت هتصرفي في اليوم ده 48 جنيه ونص. ليه؟ لان انت معاكي الفول والطعميه، خلاص مش هتشتري فطار، انت هتشتري نص كيلو لبن ب 15 جنيه، وهتجيبي ب 10 جنيه بتنجان، و10 جنيه بطاطس ادي 35 جنيه، وب5 جنيه فلفل ادي 40 جنيه، وب7 جنيه ونص ادي 47 جنيه ونص، وجنيه ادي 48 جنيه ونص. ادي كده معاكي 48 جنيه ونص من ال70، فاضل 21 جنيه ونص، ومعانا 20 جنيه تانيين لو تفتكريهم. تعالي بقى لليوم الثالث، شوفي هنعمل ايه. هتجيبي ال20 جنيه اللي فضلت منك من اليوم الاولاني، وال21 جنيه ونص اللي فضلت منك من اليوم الثاني، زائد ال70 جنيه بتوع اليوم الثالث. المجموع كله هيبقى 111 ونص. هتجيبي ايه يا ست الكل؟ هتروحي عند الجزار تديله في ايده 75 جنيه، قولي له لو سمحت انا عايزه ب 75 جنيه لحمه مفرومه. هيديكي، هيبقى ربع كيلو، ماشي. وهتجيبي نص كيلو من البصل، تمام، نص كيلو من البصل هتاخدي منه بتاع 3 بصلات كده كبار. النص كيلو بيديكي حبه بصل حلوين، هتاخدي 3 بصلات كبار، هتبشريهم ناعم وتعصريهم من الميه بتاعتهم، وتزوديهم على اللحمه المفرومه. وفاكره الفلفل اللي انت جبتيه اليوم التاني عشان المسقعه انت جايبه ب5 جنيه، هيديكي حبه حلوين. خدي قرنين 3 كده ابشريهم مع البصل وبصري ميتهم وضيفيهم. وفاكره الجزر اللي انت جبتيه في اليوم الاولاني للعدس، خدي جزرايه ابشريها، وكل الخضار دي ابشريهم وعصريهم، ونزلي الميه بتاعتهم، تمام. زوديهم على اللحمه المفرومه وكوريهم كور حلوه كده، وشيل. هيبص هيعمل لك طبق لحمه مفرومه محترم. الربع كيلو هيطلع لك نص كيلو لحمه، انت متخيله، من الخضار اللي انت زودتيه. حطي بقى ملح وفلفل يعني دلعي بقى، حطي ملح وفلفل وبهارات بتاعتك، اعمليهم كور، وبعد كده شيليهم في الفريزر لحد لما يتجمدوا. طلعيهم اقليهم في الزيت. هتجيبي معاهم اللهم صل على رسول الله، انت كنت جايبه كيلو من الطماطم في اليوم الاولاني، تمام. خدتي منهم طماطميتين عشان العدس، وخدتي منهم شويه عشان مثلا نص كيلو عشان المسقعه، اتبقى لك نص كيلو تانيين. هاتي النص كيلو اللي اتبقى منك، قلي كده بصلايه، وعصري كده الطماطم النص كيلو، وحطيهم كده في طاسه يتسبكوا مع بعض. ضيفي عليهم بعد ما قليتي الكفته، ضيفيهم في اللهم صل على النبي في الحله، وخليهم كده ياخدوا ويدوا مع بعض. وممكن تجيبي معاهم 10 كيلو من البطاطس، تقطعيهم مكعبات عشان تبقى الوجبه، تكبري الوجبه، تمام. احنا عايزين نكبر الوجبه. وتجيبي ب15 جنيه رز، تمام. وهتجيبي ب5 جنيه شعريه، وتعملي رز بشعريه مع الطاجن كفته داوود باشا مع البطاطس. بصي هتاكلي اكله محترمه، هتشبعك، وممكن كمان يتبقى منها وتتعشي منها ان شاء الله بالليل. شفتوا بقى؟ شفتوا الشطاره؟ اليوم الرابع هتجيبي ب5 جنيه بتنجان، تمام.
وهتجيبي بيضتين، البيضتين ب11 جنيه، البيضه ب5 ونص، وهتجيبي ب10 جنيه بطاطس. هتعملي ايه؟ صلي على رسول الله. هتقلي البتنجان، قطعيه واقليه، حطي عليه ملح وفلفل. البيضتين اكسريهم، حطي عليهم بطاطسايه ابشريها، تمام، وعصري الميه بتاعتها وزوديها. فاكره الجزر اللي احنا جبناه نص كيلو الجزر بيبقى كميه عشان تبقوا عارفين. خدي جزرايه ابشريها وحطيها، وهاتي قرن فلفل وحطيه، وهاتي مثلا بصلايه، نص بصلايه وابشريها، وهاتي حزمتين خضره وقطعيهم، ماشي. وقلبي كل الحاجات دي مع بعض مع ربع كوبايه ميه. هيعملوا لك قرص عجه يا بنات كده تفطروا بيه، مغذي جدا 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 للاطفال. بطاطسايه، جزرايه، قرن فلفل، تمام. هاتي لك حزمه خضره قطعيها، خدي نصها وقطعيها، وحطي ربع كوبايه ميه، حطي التوابل بتاعتك او ربع كوبايه لبن لو عندك، وحطي التوابل بتاعتك، وهيبقى عندك قرص عجه اللهم صل على النبي جميل قوي قوي يا بنات ومغذي، تمام. الغدا والعشاء بقى هنعمل ايه يا بنات؟ انت خدتي بطاطسايه من ال10 جنيه، من نص كيلو بطاطس، خدتي بطاطسايه واحده بس، هوريكي هتعملي بالباقي ايه. تعالي بقى للغدا. الغدا هيبقى غدا خضار من غير اي لحوم. هتجيبي ب10 جنيه كوسه تقطعيها، نص كيلو كوسه، وهتجيبي ب10 جنيه رز، وب5 جنيه شعريه، هتعملي رز بشعريه وهتعملي كوسه، تمام. انت عندك بصل كتير، انت جايبه في اليوم الاولاني نص كيلو بصل، ما خدتيش منه الا بصلايه حطيتيها في العدس. خدي كده بصلتين قطعيهم كده واعمليهم، تمام. وخدي كده من الطماطم الكيلو اللي احنا خدناه، النص كيلو اللي احنا هاتي نص كيلو، هاتي نص كيلو ب2 جنيه ونص، وزوديهم على الاكله دي. هيبقى عندك طبيخ، تمام، ورز بشعريه، هيكفيك ان شاء الله غدا. يعني هيبقى حلو قوي قوي قوي، يعني هيعمل لك طبق، يعني حله خضار محترمه، نص كيلو بتعمل كتير. ممكن تتعشي بالكوسه، وممكن تعملي حاجه حلوه قوي. شفتي ال10 جنيه بطاطس اللي احنا جبناهم في الفطار؟ لا، انت هتاخدي بطاطسايه للعجه. بقيه البطاطس اسلقيها، تمام، اسلقيها كويس جدا جدا، وهاتي جزرايه ابشريها، تمام. واحنا جبنا حزمتين خضره، هناخد النص التاني من الخضره اللي هي عملناها ونقطعها ونفرمها. وهاتي ب5 جنيه بهارات سجق، وقلبي الكلام ده كويس قوي قوي مع معلقه زيت او حته سمنه. وهاتي العيش البلدي واعملي ارغفه بطاطس، هتعملي حواوشي البطاطس. حطي كده، املي الرغيفه، هيعملوا لك حوالي 6 ارغفه، تمام، 6 ارغفه كبار. لو الصغيرين هيعملوا لك 8. حطي كده الطاسه، ادهنيها دهنه سمنه او زيت، قلبي كده الرغيف يمين وشمال عشان يتأمر كده ويبقى مقرمش وجميل وياخد كده من طعم النار. وكلي احلى يعني حواوشي بطاطس، اكله دسمه جدا، وصدقيني ولادك هيشبعوا ومش هيعوزوا الاكل تاني، مش هتطلبوا منك اي سناك او اي اكل تاني. الاكله دي او اليوم ده هيكلفك 58 جنيه، هيتبقى لك 12 جنيه. خلي ال 12 جنيه دول على جنب، ماشي. اليوم الخامس هتجيبي ب10 جنيه بليله، وهتجيبي ربع كيلو لبن ب7 جنيه ونص. اصبح الفطار ب17 جنيه ونص. اطباق لبن كده مع بليله بلبن مع سكر، هتبقى مغذيه جدا. وطبعا فوائد البليله لا تعد ولا تحصى للاطفال وللكبار وللحوامل، تمام. تعالي بقى نخش بقى على ايه؟ على الغدا. هتجيبي ب10 جنيه فول مدشوش، 3 جنيه خضره، وهتجيبي 5 جنيه بتنجان. هنعمل بصاره حلوه قوي قوي، يعني البصاره مغذيه ومفيده. هتقولي الولاد مش بيحبوها؟ هيحبوها، صدقيني هيحبوها لانها من ايديكي فهيحبوها، تمام. في العشاء هتجيبي ب10 جنيه جبنه قريش، عشان تبقى يعني ما تجيبيش البراميلي والحاجات دي لان هيحط لك حته صغيره في الطبق، لا، هاتي ب10 جنيه جبنه قريش، تمام. ونص كيلو من الطماطم ب2 جنيه ونص، وقطعيهم صغنن خالص، واعملي لك طبق كده اللهم صل على رسول الله، طبق جبنه بطماطم. واكيد هيتبقى من النص من ال5 جنيه بتنجان، مثلا بتنجانيتين ولا حاجه، حطيهم في العشاء والحمد لله والشكر لله. الوجبه دي كلفتنا 48 جنيه، باقي 22 جنيه. تعالي لليوم السادس. اليوم السادس هنجيب ايه؟ احنا خلصنا الفول اللي عندنا وكل الحاجات اللي عندنا، قضينا 3 ايام بيهم. تعالوا بقى اليوم السادس هنجيب تاني ب10 جنيه فول، وب10 جنيه فول مدشوش، ماشي. وهجيب 4 جنيه خضره. الخضره دي كزبره وكرات و2 جرجير، كزبره وكرات و2 جرجير، ماشي.
هتجيبي ب 35 جنيه اجنحه. طب انا نسيت اقول لكم على المجموع، فاكرين ال 12 جنيه بتوع اليوم الرابع؟ هتزودي عليهم ال 22 جنيه بتوع اليوم الخامس زائد ال 70 جنيه بتوع اليوم السادس، هيبقى معاكي 104 جنيه. تمام؟ هتجيبي ب 35 جنيه اجنحه زائد ب 10 جنيه بطاطس زائد ب 5 جنيه بصل زائد 2 جنيه ونص طماطم، نص كيلو طماطم. تمام؟ هتعملي صينيه بطاطس بالاجنحه. هتجيبي نص كيلو الاجنحه تغسليهم كويس جدا جدا جدا، وبعد كده تجيبي الجناح. شفت الحته اللي هي بتاعت الايد دي اللي عامله مثلثه دي، قصيها لانها بتبقى زفره، شيليها، ما تخليش الحته المبوزه دي تبقى موجوده لان هي زفره ووحشه. قصيها كويس. اقسمي الجناح نصين، اكسري الجناح واقسميه نصين، هيرمي معاكي كتير جدا جدا، وكمان هيشرب من التتبيله بتاعت صينيه البطاطس. تمام؟ هاتي كده البصل قطعيه حلقات، حطي ملحك وفلفلك وكمونك وبهاراتك، ودعاكي كده البصل كويس جدا جدا. تمام؟ وبعد كده شرايح البطاطس حطيها وقلبيهم مع التوابل برده تاني، وفرشي كده الصينيه، حطي فوقيها الاجنحه تكوني متبلاها قبليها بيوم بملح وفلفل واللهم صل على النبي وبصلايه، ابشريها كده وخدي الميه بتاعتها وتبليها، هتبقى حلوه قوي قوي. بعد كده حطي الاجنحه على الوش، وبعد كده صبي الطماطم وحطيها بقى تغلي على النار ودخليها الفرن تاخد وش، هتبقى حلوه قوي قوي. جنب ب 10 جنيه رز وب 5 جنيه شعريه. الوجبه دي هتكفيكي غدا عفوا، هتكفيكي غدا وعشاء باذن الله، لان هي وجبه كبيره وهي اطفالها صغيرين واكلتهم ضعيفه، فان شاء الله هتكفيكي غدا وعشاء باذن الله. الوجبه دي كلفتني 91 فطار وعشاء وغدا 91 جنيه ونص، واتبقى معايا 12 جنيه ونص من ال 104 عشان تبقي عارفه. اليوم السابع بصي يا ست الكل، هتطلعي كيس فول وكيس طعميه وتقليهم وتفطري، ماشي؟ وعندك جرجير قبليها بيوم، حزمتين جرجير خديهم عشان حزمه هتفطري بيها جنب الفول والطعميه، والحزمه التانيه هقول لكم هتعملوا بيها ايه. هتاخدي 50 جنيه تروحي عند بتاع السمك، خليه ينقيلك سمكتين حلوين، ماشي؟ تمام؟ هاتي السمكايه افتحيها، اغسليها كويس جدا جدا من الخياشيم بتاعتها وقص الديل وافتحيها، ماشي؟ قص ديلها وافتحيها. بعد كده هتجيبي كزبره، حزمه كزبره قطعيها، ماشي؟ هتجيبي نص كيلو جزر، هتاخديه هتبشري الجزر وتحطيه على وش السمك. تمام؟ هتجيبي اللهم صل على النبي، طبعا احنا جبنا هنا اللهم صل على النبي، تمام. وهتجيبي بصلايه وتبشريها، وهتجيبي طماطم، هتعملي فصين توم على النار وعليهم الطماطم صبيها وخليها تاخد غلوتين، وبعد كده صبيهم مره تانية على صينيه السمك، خليهم ياخدوا غلوتين كده على النار، وبعد كده حطيهم في الفرن على الشوايه، افتحي الشوايه عليهم. السمك بيتهري يا بنات، ما بيقعدش على النار اكتر من ربع ساعه، مش اكتر من كده، حتى ربع ساعه كتير، ده هيبقى بايش. 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير والسمك بيستوي. هتاكلي احلى صينيه سمك جنب ب 10 جنيه رز ابيض، ما تعمليش رز بشعريه، رز ابيض، وحزمه الجرجير اغسليها ونضفيها كده وحطيها في طبق حلو. هتاكلي وتشبعي، والسمك مغذي وبينمي ذكاء الاطفال ومليان زنك وبوتاسيوم وكل ما تتخيليه من المعادن هتبقى موجوده. سمكتين بس يا ياسمين على 4 افراد، لان في غموس، في صلصه هتحطيها على الرز وتاكلي، في تفصصي كده على الرز هتاكلي، فاهمه؟ الاكله بتشبع جنب الجرجير جنب الكلام ده كله، هتاكلي وتشبعي باذن الله، ماشي؟ تمام. هيتبقى معاكي بقى من الكلام ده كله ايه؟ طبعا انت معاكي لسه فاضل كيس فول او كيس طعميه، ممكن بالليل كده تقلي كيس طعميه كده وتعملي سندوتشات طعميه، هتبقى حلوه قوي قوي. هيتفضل معاكي الوجبه دي كلفتني 67 جنيه ونص، ماشي؟ هيتبقى كام يا حلوين؟ هيتبقى 12 جنيه ونص بتاع اليوم السادس و2 جنيه ونص من اليوم السابع، هيتبقى لك 15 جنيه. ال 15 جنيه هاتي ب 5 جنيه فلفل اسود، 5 جنيه كمون، 5 جنيه كزبره، قلبيهم مع الملح، وهتبقى دي بهاراتك طول الاسبوع، فاهمه قصدي؟ هتكفيكي. ده اسمه الملح المبهر، حطيه في كل الاكل وفي الاسماك وكل اللحوم، وهتبقى يعني بصي توفير التوفير. انا عن نفسي بجيب 10 و10 و5
10 فلفل اسود حصى، 10 كمون حصى، 5 كزبره حصى، بشوحهم على النار مع كيس ملح نص كيلو. وبصوا مش قادره اقول لكم بيكفيني الشهر كله، انتوا متخيلين؟ لان انا بعتبرهم توابل، انا ما بحطش معلقه مليانه، انا بقى عندي معلقه صغيره بتاعت التوابل بحط منها هي دي بس. فاهمين قصدي؟ بس كده معاكي اسبوع في 3 وجبات، في لحمه وفي فراخ وفي سمك، وجبات مغذيه، وال4 اكلات برضو حلوه ومغذيه وفيها بروتين نباتي اللي هو العدس والفول المدشوش والكلام ده كله، وفي خضار، في كوسه. بصوا ما تقولوش ما ينفعش، يعني انت بقى العبي. ما بيحبوش ولادك الكوسه، هاتي لهم مثلا ب 10 جنيه فاصوليا بيضه واعملي لهم مثلا فاصوليا بيضه، ب 10 جنيه فاصوليا خضراء وهاتي لهم واعملي لهم فاصوليا خضراء، ب 10 جنيه لوبيا واعملي لهم مثلا لوبيا ورز. نوعي، بس انا اديتك الفكره وانت شوفي ولادك بيحبوا ايه. وما ينفعش نقول بنحب ده وما بنحبش ده، الاكل كله حلو وجميل ونعمه، وولادنا حطي الاكل قدامهم، لو غضبوا عليه صدقوني هيجوعوا وهيروحوا يقولوا لك هاتي لماما الاكل ده. فانا عملت لك بيض، عملت لك البان، عملت لك لحوم، عملت لك كل حاجه نفسك فيها، دي للاكل والشرب فقط لا غير الميزانيه دي. اتمنى انك تكوني استفدتي مني ولو معلومه صغيره. لو عندك اي سؤال او اي حد فيكم عنده اي سؤال يا ريت ما يبخلش عليا ويكتب لي كده في الكومنت. انا مش بتردد ان انا ارد على حد، انا برد على الناس كلها، وكلكم شاهدين على حاجه زي كده بعد ربنا. اتمنى يكون فيديو عجبكم واستفدت منه ولا بمعلومه صغيره. لايك شير وسبسكرايب وصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم في فيديو جديد بكره باذن الله. مع السلامه، تصبحوا على خير.